السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا جماعة؟ عاملين إيه؟ في الفيديو ده هنتعرف مع بعضينا على 5 خطط جليتشات حرفيا، وأجمد خطة فيهم اللي هي الخطة رقم 4 و5 الصراحة. ولو مش مصدق جرب الخطة وتعالى قول لي في التعليقات إيه رأيك في الأربع أو ال5 خطط اللي أنا هقول لك عليهم دلوقتي. بس كده لايكك واشتراكك وصلاتك كده على النبي ومعانا الخطة رقم 5 اللي هي 4-1-2-3. الخطة دي جامدة، بتلعب هجمة مرتدة. اعذروني يعني عشان اللعب مش أجمد حاجة، بس أنت أكيد معاك لعيبة جامدة، والخطة دي بتهتم أكتر حاجة بالسرعات، يعني أهم حاجة يكون لعيبة معاك سريعة في الهجوم وفي الأجنحة. الخطة دي متوازنة دفاعيا وهجوميا. بس كده يلا بينا على الخطة رقم 4. الخطة رقم 4 اللي قلت لكم عليها 4-2-1-3. الخطة دي جامدة جامدة موت، أنا بلعب بيها لحد دلوقتي. معاك لاعبين على الأجنحة مهاجمين وهمي بينزلوا تحت وبيطلعوا فوق، يعني كل حاجة بيعملوها صراحة. وانت لو معاك لعيبة جامدة في المركز ده فأكيد هيفرقوا معاك جدا جدا. الخطة دي أكيد متوازنة وبتهتم برضو بالهجمات المرتدة. بس كده يا رجالة يلا بينا نروح على الخطة رقم 3. الخطة رقم 3 4-2-3-1 واستر يا عبد الواحد. الخطة دي يا رجالة بتهتم برضو بالهجمات المرتدة، لا غلط، بتهتم بالاستحواذ. الخطة دي أصلها استحواذ. الخطة دي كويسة جدا، وبالذات انت لو بتحتاج يعني او بتحب تستحوذ بالكورة هتلاقي اللعبة منظمة معاك. وبرضو يعني على حسب المدرب، يعني لو معاك البيب جوارديولا فأكيد هيكون جامد موت. بس كده يا رجالة يلا بينا نروح على الخطة الأجمد منيها، الخطة رقم 2 والجبل الأخيرة. الخطة دي مشهورة جدا وأكيد كله بيعرفها. الخطة دي بتهتم بالاستحواذ والهجمات المرتدة، يعني أنت متخيل بتلعب أي حاجة بالخطة دي. الخطة دي جامدة وكله بيعرفها، يعني اللي ما يعرفهاش منكم 5% بس. أنا عايز اللي ما جربش الخطة دي يروح جربها دلوقتي في الديفيجن ويجي يقول لي في التعليقات إيه رأيكم في الخطة الجامدة دي. ويلا بينا يا رجالة نروح على الخطة رقم 1 والأجمد حاجة صراحة 3-1-4-2. الخطة دي بتهتم بالهجمات المرتدة وبالعرضيات. لازم يكون معاك لاعبين محطمين في قلوب الدفاع، ويكون معاك أجنحة سريعة جدا جدا. ولو عايز تعمل عرضيات برضو تحط أجنحة بتعرض وكل حاجة، وخط النص متوازن جدا. الخطة دي محتاج تتعلمها يعني، عشان مش بتلعبها بالساهل. عشان في بدايتك كده هتحس انه الدفاع شوارع، بس انت لو اتعلمتها تفرق معاك جدا جدا جدا. بس جرب الخطط دي واكتب لي في التعليقات ايه اجمد خطة عجبتك في الفيديو ده. وبكده يكون وصلنا لنهاية المقطع. لو استفدت بحاجة لايك كده وكومنت حلو واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. بس كده مش عايز حاجة تاني. بس كده ادعوا لي دعوة حلوة عشان الامتحانات، وبحبكم في الله. بس كده اشوفكم على خير، سلام.